السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام متابعينا ومشاهدينا طبتم وطابت وتقع عمير الإيمان. كل عام وانتم طيبين. صباح الخيرات. الساعة دلوقتي 7:30 اهي. إن شاء الله كده نروح الشغل وربنا يبارك في عمركم كده ونزيد مع بعض كده، وإن شاء الله كده متنسوش الاشتراك في القناة والتفاعل مع القناة بيزود كده، ودايما الواحد سعيد جدا إن في حد بيتفاعل معاه، ودايما في زيادة مع بعض يا رب. ونشوفكم على خير كده ان شاء الله، ودايما في زياده ان شاء الله باذن الله. انا رايح الشغل اتعلم معايا اشوف هيمشي ازاي، هتوكل على الله اروح الشغل وارجع بقى اشوف البيت فيه ايه. يعني تعالوا معايا. رايح عند الحاج حازم اهوت، الحاج عيد ان شاء الله كده ايه. توكل الله نروح الشغل وبعدين بقى نشوف ايه هنعمل ايه في البيت. توكلنا على الله. الجو مغيم بس. سبحان الله. في انتصار الحاج حازم اهو، تنزل عشان نروح مع بعض الشغل ان شاء الله كده، ونشوفكم ان شاء الله بعد الشغل. انا راجع باذن الله على البيت ونشوف اللي هيتم مع بعض. تعالوا معانا. اخباركم ايه؟ ان شاء الله احنا راجعين من الشغل اهوت، وان شاء الله كده نشوفكم بقى كده في البيت، واليوم ايه اللي فيه ان شاء الله كده مع بعض. تحياتي ليكم. توكلنا على الله. تعالوا معانا. راجعين البيت اهوت ان شاء الله. تعالوا معانا.
تعالوا معانا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله خرجنا وبسم الله ولجنا. الحمد لله رب العالمين. توكلنا على الله. شوفكم بقى بقية اليوم. لسه راجعين من الشغل اهو. هوصل بقية الشغل ان شاء الله. انا مغير هدومي كده واخد دش ان شاء الله. العصر هيأذن. بنشوف هنعمل ايه بالاكل واطلع الحمام وابص عليه كده ان شاء الله. تعالوا معانا. طبعا اتغديت وغيرت هدوم الشغل والكلام ده تعالوا نشوف بقى ايه اللي هيتم في بقية اليوم. عندي كده ايه زي ما كنا اتكلمنا في الفيديو اللي قبل كده ان كان في غسيل هكمله بقى. كنت انا قعدت في المايه كده. تعالوا معايا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. هنشوفه بقى كده اللي تم فيه اهو كده قعدته. تعالوا بقى كده نكمل بقى غسيل. انا سبته يبوش الغسيل يبوش كده ونكمله كده ونطلع ننشره ونبص على الطول بالمره. تعالوا معايا. هجيب بقى الكاميرا الامامي عشان اشوف انا هعمل اوريكم هعمل ايه لان انا كده على قد يعني. تعالوا معايا. الغسالة اهيت انا ما بعرفش استخدمها. دي اوتوماتيك. انا ما اعرفش امكانياتها ايه وتشغيلها ازاي لان يدوز مرضيش يدخل لي. قلت له بعلميني اشتغل عليها يدوز قالت لي حاضر وسابتني. تعالوا معانا يا باشا. جبت بقى الجردل اهوت احط فيه بقى ميه عشان هدعك الغسيل عشان اشطف فيه. مش غسيل بسيط يعني بنطلونين مش عارف الكلام ده. انا بغسلهم طول الاسبوع اخلص كده وايه اغسلهم واشطفهم واطلع نشوف. ونطلع نبص بقى على الايه على الحمام فوق. نحط له اكل وميه. كان عنده ميه ماشي كمان ما عندوش ازود له كده كده عنده الاكل يعني. تعالوا معايا. نجيبكم عشان الشطيف اهوت. هبدأ بقى ادعك الغسيل. هنبدأ بقى ايه نغسل ونشطف. هنبدأ بالابيض اهو. على قد كده يعني اشوف اللي هعرف اعمله ولا لا. بعد كده مش كده هوديهم لاختي. انا اختي بتتعالى عليا بتقول لي هات واغسلهم لك. قلت لها لا انا بعرف اعمل كل حاجه. بكابر يعني. بجرب حياتي العزوبه شويه. كنت بشوفهم من زمان كده واخواتي البنات ايه يعملوا كده. ولما رحت اشتغلت في العين السخنه كنت بغسل برضه بس ما كنتش بغسل كده يعني. كنت بجيب طبعا بحط في الغساله العاديه كانش غساله اوتوماتيك. بحط الغسيل في الغساله العاديه واشغلها واطلع انشر على طول على الحبل. احط شويه مسحوق اهو.
وكده طبعا على قد يعني في الغسيل، ما بتفيدش قوي بالسوا. طبعا الجماعة الحريم بيحطوا طبعا معطر وبيحطوا داوني، بيحطوا حاجات كتير ومنظفات تانية أنا طبعا معرفش فيه. بياخد وقت الغسيل طبعا. الغسالة الأوتوماتيك أو الغسالة العادية بتلف والغسيل وتعصره وتشطفه. في الفترة الحالية اللي احنا عايشين فيها دي كل حاجة هتتعصر بسرعة يعني. فاحنا بنعمل على قدنا اللي نقدر عليه اهو، عشان قاعد لوحدي. وطبعا كل حاجة كل واحد ليه شغله، عندنا شغلة الحريم، فاحنا بحاول أجود يعني زي ما بقول. أختي صراحة الصغيرة ربنا يكرمها يعني تتحايل عليا تقول لي غسيل، هات عندك غسيل ماشي أعمل لك طبيخ. أنا قلت لها يا ستي لا، أنا بعرف أعمل لوحدي كده كده، أنا متعود على كده يعني، مش أول مرة أقعد لوحدي يعني. أنا قضيت في السويس في العين السخنة كده في قرية سياحية، قضيت حوالي 4 سنين أو 5 سنين. وقضيت في شرم الشيخ 2 كنت بعمل لنفسي يعني، مش جديد يعني. المهم يكون عندك صبر. لو ما عندكش صبر بقى هتضطر تلجأ الحاجات التانية، مثلا هتدي لأختك الغسيل، هتدي طبعا والدتي ست كبيرة ما ينفعش تغسل وتطبخ، هي ما ينفعش تحط ده في حاجة. ربنا يخلي بناتي يعني، وكانت مراتي لما جت هنا كانت هي بتعمل أكل وبتغسل. طبعا بحاول أطلع الحاجات البيضاء الأول أغسلها أهو. هو مش غسيل واو يعني، مش نظيف قوي يعني زي الغسالة ما بتعمله، بس أنا أقدم عليه عشان مفيش حاجة تتركن يعني، يبقى في تراكمات على الواحد في البيت. وهي تجربة الواحد بياخدها يعني، الحياة تجارب، ولازم هتتعرض لكل المواقف، بس أهم حاجة يكون عندك يعني ثقة في نفسك وتقدر تتعامل في الحاجات المحيطة بيك. وبرضه كل حاجة بصدر واحد كده وبدون تنشنة. لحد مثلا على حد كده مثلا ان هي بيعرف يشغل الغساله دي، وهلا احط فيها الدور وخلاص. انا يا دوب هتعصر، هي هتغسل وتشطف وتعصر وانا اخدهم وهنشرهم بس خلاص. بس لحد ما حد يجي اقول له عليها يعني. انا ممكن اتصل بتاع الصيانه اساله يعني بتشتغل ازاي وكده، بس لا مش عايز كده. انا عاوز اتعلم اجرب اخد التجربه كده يعني، حاجه كويسه. وده على فكرة يعني يا جماعة ده مش عيب إنك تتعلم حاجة أو تعمل حاجة لنفسك تساعد نفسك بيها. يعني إحنا مش أقل من الغرب، يعني إحنا اللي علمنا الغرب إزاي تعتمد على نفسك. يعني إحنا كعرب وكشرق أوسط إحنا اللي علمنا الغرب إزاي يعتمد على نفسه. ما كانوش بيعملوا حاجة، كانوا مستعبدين الناس اللي في أوروبا عندهم وفي أمريكا وفي حتة كانوا هم اللي بيعملوا وبيخدموا عليهم. لكن إحنا كعرب وكنا شرقيين احنا اللي كنا بنعمل كل حاجه بنفسنا. ما تعودناش في مجتمعنا اصلا ان نستعبد الناس، لان احنا حياتنا كلها اصلا العبيد، بس عبيد لله مش عبيد لبني ادمين. طبعا انا بحاول يعني على قدر المستطاع ان انضف الحاجه او اطلع ريحه العلق من الغسيل وخلاص، لان انا نقعت البتاع وما فيش وعلى قد يعني. ده آخر حاجة في الغسيل اهي، البنطلون الأسمر أو الفوم. البنطلون ده لقيت الزرار بتاعه مقطوع كسر، فهاخد حاجة من السبير بيبقى في الهدوم دي مثلا جاي زرار سبير، فهغسل. وقلت بعد بغسل
ينشف بس، وبعدين لما اشيل الزرار اللي في الجيب اللي ورا ده وبحطه فيه يعني خيطه في مكان الزرار اللي اتقطع، لاني مش لاقيه، ممكن نازل في الغسيل او حاجه. يعني لو لقيته سليم هروح مركبه، ما لقيتوش هروح اخد زرار من الزرار السبير اللي محطوطه في الجيوب اللي ورا دي ومركبه. بعد كده ما تنشف كده ونزلها يعني الحبل. هم دول الموتور بتاع الغسالة. طبعا ده الفيلم الأولاني زي ما بيقولوا أول فيلم. بعد كده بقى أشطف كده. احنا خلصنا غسيل اهوت، ومش عايز اقول لكم الميه بقى شكلها ايه. هرمي الميه دي في القعده بقى كده اهو. اهو ارمي الغسيل ده كله هنا. نحط بقى الايه الميه دي في القعده. مش تتبقى الميه ديت. نحط الغسيل بقى ايه الميه النضيفه دي، مشطوف. احط الجردل الشطير بقى تمت يا جماعه اهيت. خلصت غسيل وشطيف، وهحط بقى الدور التاني اهو الفوم التاني، وهطلع انشر الغسيل على ايه هشطف مكانها زي ما نزلت، هسيبها نضيفه. تعالوا معايا نطلع فوق كده. نطلع فوق بقى ننشر الغسيل بعد ما خلصت. هو الموضوع مجهد بس تمام يعني، تجربة كويسة. تعالوا معانا. اجيب بقى المشابك عشان خاطر انشر الغسيل واجيب. ابدا بقى انشر الغسيل اهو. انا كنت ممكن انشر بره على الحبل العمومي في الشارع بره، ولكن قلت لا عشان التراب وكده خلينا احنا فين هنا في المكان ده جوه. يعني انا عامل كذا حبل للغسيل. انا هنشر عقلي بس البنطلون عشان خاطر ما يتوسخش من الحبل. انا مسكت الميه بس عشان بعد كده ما يبانش في ايه، ما يعلمش في البنطلون وانت ايه بتكوي. هقلب البنطلون اهو.
اشوفكم بقى بعد ما نكمل النشير. الحمد لله خلصت غسيل اهوت الحمد لله، ونشرت كمان اهوت بفضل الله عليا. ان شاء الله كده ايه حاجه كويسه يعني. انا مبسوط جدا وسعيد ان الواحد بيقدر ايه يساعد في البيت، يعني حاجه يقدر يعملها يعني فبيعملها، بيسهل على نفسه ويسهل اللي حواليه يعني. تعالوا بقى نشوف الطيور بالمره كده، لو عايزين ميه لو عايزين اكل. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل على النبي صلى الله عليه وسلم. وزي ما انا متعود من الطيور بتاعتي كده بفحكشوا الاكل، بيرموا الاكل على الارض. هما كده الميه عايزه تتزود بس اهيت، هنزود لهم ميه. شوف تمام اهو الحمد لله كده. نشيل الحاجات ديت، هما رامين الاكل على الارض زي ما انتم شايفين كده، بادرين التشيشه واللي عليها على الارض. هزود لهم ميه بس وخلاص وننزل. يبقى كده ايه ان شاء الله خلصنا حالنا النهارده. تعالوا معايا. هما كده عندهم اكل اهوت، وزي ما قلنا هنزود لهم ميه، فهغسل الجردل ده كده وادخل لهم ميه نضيفه فوق الميه اللي موجوده. تعالوا معانا. غسلت الجردل اهو، نديلهم ميه بقى. الحمد لله كده يعني الحمد لله على ايه. بحاول اسهل على نفسي واوفر الحاجه جنبي، بحيث ان المسؤول كل طالع نازل يعني ساعة ما بنيت البيت هنا. ان شاء الله كده ربنا يديني واعمله اصب خرسانه يعني، او نشتري مكان بره عشان اوسع الاولاد يعني. كل بفضل الله عليا. غيرت لهم الميه اهوت، هروح احطها. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله بسم الله. نقفل عليهم عشان ما يطلعوش اهو. بسم الله. تعالوا معانا بس. زودت لهم الميه اهيت ان شاء الله كده ربنا يبارك فيهم ويحفظهم. تمام. وادي الباقي جوهوت نحاول نخرجه. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. حم لحد ان شاء الله كده ما اجي في يوم واروق السطح ده واكنس لهم مكانهم يعني. الحمد لله. تمام. ربنا يسهل وتطير بقى يا معلم ان شاء الله كده. تعالوا معايا. انا خلصت كده شغل النهارده اهوت بفضل الله عليا، وربنا ييسر الحال. وبكده يبقى اليوم خلص معانا النهارده ان شاء الله كده بفضل الله عليا. عملت المطلوب مني كده في البيت وما زدتش حاجه ورايا يعني. الحمد لله جيت من الشغل روقت البيت وكنسته وعملت الغدا وغسلت الغسيل اللي كان فاضل ونشرته وحطيت اكل للطيور وبصيت عليهم. وبكده يبقى المحتوى خلص. وان شاء الله كده ما تنسوش اللايك وتشتركوا في القناه وتعمل شير للقناه عشان يوصلكم كل جديد. ومتشكر على تفاعلكم وشكرا للناس الجديده اللي تشترك على بتاع القناه، وما نتحرمش منكم ابدا ودايما في زياده مع بعض. اشوفكم على خير. السلام عليكم.